جديد وعطر جديد. اليوم نكتشفوا مع بعضنا واحد من عطور خط هوس، واليوم آيس من شركة الرصاصي. بلا ما تفتح العلبة بالك وش هو الريحة، يعني يبان الأداء مذهل. هذا وش حنشوفه مع بعضنا. العلبة باللون الأزرق السماوي البارد واللون الفضي. اسم الخط العطري هوس. الرمز تاعو وكأنه جلد ثعبان أو رولييف. اسم العطر آيس. تركيز العطر أوت بارفان والحجم تاعو 100 مليلتر. في الخلف معلومات عامة عن العطر. الرصاصي اسم الدار، وفي الأسفل الباتش كود وتاريخ الصنع ومعلومات عامة عن العطر. نجيب القارورة، تزيد تحل العلبة، زيد تشم ريحة العطر. بالنسبة للقارورة اسم الدار، اسم الخط العطري فورهيم يعني للرجال، وآيس اسم العطر. القارورة جميلة بسيطة، لون السائل العطري أزرق فاتح. الغطاء وكأنه داير به ثعبان. اسم الدار الرصاصي، قيل مليح من السيراميك جيد جدا. بالنسبة لمكونات العطر، في المقدمة حمضيات اللي هي برغاموت صقلي وليمون إيطالي، تفاح أخضر واليانسون. في القلب هيل، زهرة البرتقال النيرولي والبرقوق. في القاعدة مسك عنبر طحالب وخشب مبلل. نجيو لتجربة العطر ونشوفوا وش يقول. الريحة تاعو واو رائعة. ريحة حمضيات قمة، البخاخ جيد جدا. في الأول ريحة الكحول قريب مكانش. عندنا ريحة حمضيات جد مميزة. في الأول البرغاموت هو اللي طاغي، بعد دقائق يتوازن مع الليمون. اليانسون يمد لمسة خفيفة تابلية. التفاح الأخضر موجود، ريحته محسوسة وتمد نوعا ما الجانب الحلو. المقدمة تمد لنا ريحة جد متوازنة مضيئة منعشة روعة. مع مرور الوقت تبدأ تظهر القاعدة وتزيد قوة التفاح تبان أكثر، وخصوصا تتخلط مع البرقوق تولي ريحة فاكهية جد مميزة، وريحة نوعا ما ماهيش مألوفة، نوعا ما جديدة. يعني عندنا المقدمة نوعا ما الريحة مألوفة، لكن مع ظهور القلب تدخل في نوعا ما ريحة جديدة غير مألوفة، ممتعة مبهجة رائعة، ريحة فاكهية في الطوب. زيد مع ظهور النيرولي زهرة البرتقال تخلي العطر ناعم تماما وتمدله لمسة نوعا ما زهرية، بالإضافة إلى أهم نوتة في قلب العطر اللي هي الهيل. لهنا هيل جد مميز يقوي الجانب التابلي، وخصوصا يعطيه واحد الفخامة رائعة تخليه لهنا العطر جد مميز. بالإضافة إلى القاعدة اللي كاينة في الخلفية، كل النوتات تاعها محسوسة وكل كاينة وكل تشموها، لكن في الخلفية برك، واللي تزيد له في النعومة نوعا ما في الحلاوة، وخصوصا تمد له لمسة خشبية تخلي العطر جد حاضر، نوعا ما كثيف، ماهوش هوائي بزاف وماهوش مائي، عنده حضور جد قوي ومميز، نوعا ما دافئ ناعم وجد فخم. الريحة جميلة جدا رائعة، ماهيش جديدة 100% وماهيش مألوفة 100%، جاية نص نص، جد مضيئة جد فخمة ممتعة رائعة. عندها جودة كبيرة في المكونات، يعني الجانب الصناعي ضئيل جدا، يعني كل ما تركزوش بزاف ما تشموهش، يعني نقدر نقولوا ما كانش الجانب الصناعي وكأنها ريحة طبيعية. ملخص الرائحة، ريحة فاكهية بلمسة تابلية خشبية منعشة فخمة ومضيئة. بالنسبة لأداء العطر، عندنا فواحان ساعة قوي جدا مليح رائع، يزيد نص ساعة واحدة أخرى نوعا ما متوسط ولا شوية فوق المتوسط، ويبدأ ينقص يكملها يعني معنا حتى لساعتين، لكنه يكمل ضعيف. الانتشار في الساعة الأولى مليح، نص ساعة يعني يبدأ ينقص ويخلصها ضعيف، يعني حوالي ساعة ونص نقولوا كاين انتشار في الأول مليح ومن بعد يولي ضعيف. ثبات على الجلد، عطر جد ثابت، على الأقل عندكم 6 سوايع ثبات على الجلد مهما كانت الظروف، تقدر توصل حتى ل8 سوايع. على الملابس اليوم كامل مضمون، صالح لكل الفصول بكل سهولة. ولهنا ما تتخدعوش بكلمة آيس يعني الجليد. العطر يعني في الحقيقة ماهوش بارد، هو منعش مليح لكنه ماهوش بارد، فيه نوتات بزاف اللي تمد هذاك الجانب الدافئ، منها التوابل منها الأخشاب، صالح العام كامل بكل سهولة وحيكون مميز
خصوصا في فصل الشتاء. هذا ديرو في الشتاء حتبهر الجميع، كسر لك كل الروتين، يدخلك في عالم واحد اخر، حتكون جد مميز به. صالح الاستعمال 24 ساعة على 24 ساعة بكل سهولة. ونظرا للأداء تاعو الجيد، العطر صالح للأماكن المغلوقة والأماكن المفتوحة. كيف ديروا للخرجات رائع، ديروا للعمل رائع، يغطي كل الاحتياجات من الروتين اليومي المعتاد إلى الكاريزما والحضور القوي. 100% يلبي لك الغرض، سهل الارتداء، يخرج مع كلش، مع اي لباس، يمشي من اللباس العادي البسيط الى اللباس الديني، قميص ولا في صالات الجمعة ولا في الاعياد الدينية، رائع. كذلك جد مناسب للبدلات الرسمية والجد فخمة، توب ما عندنا نقولوا عليه. جد آمن، الناس كل تعجبها الريحة هذه، تجيب 100% الإطراءات، صالح لكل الأعمار، وهو يعني شوي مايل للشبابي، لكن يعني صالح لكل الأعمار بكل سهولة. العطر 100% رجالي، وكما وضحها المصنع قالك فورهيم. بالنسبة المظهر يعني قارورة جميلة جدا، مليحة، ما عندنا نقولوا عليها. العلبة عادية، يعني في العموم يعني المظهر نقدر نقولوا يسهل 8 على 10 بكل سهولة. بالنسبة للأداء قمة من كل النواحي، فوحان مليح، انتشار مليح، المكان يعني حتكون فيه ريحتك يعني جد محسوسة ورائعة، والناس كل حتشمها. صالح لكل المواقف، يعني تقدر تستعمله عام كامل بكل سهولة. وكما قلت لكم في الشتاء هذا حيكون جد مميز. بالنسبة للرائحة، ريحة قمة، توب، منعشة، فخمة، عندها حضور قوي، جد معاصرة وجد مميزة، نوعا ما مألوفة، وفيها جانب كبير جديد. الريحة باه تعرفوها هي يعني فيها لاديان تاع هاوس الأصلي واللي تشهرت به يعني دار رصاصي، لكن بالنسبة لي أنا هذا أحسن منه بزاف. هذاك نوعا ما خطي، هذا ريحة تطور مع الوقت، هذاك وحش أداء، هذا في الطريق أنه يكون وحش أداء. وفيه لاديان تاع الخط انفيكتوس من باكو رابان، يعني كي تشموا هذا هو ماهوش بديل، لكن يعطيكم نوعا ما الخط انفيكتوس وشوا ريحته بكل سهولة تعرفوه. وهذه الريحة فيها ميزة، تقدر تكون بسهولة عطر سينياتور، بما أنه عطر صالح عام كامل، بما أنه عطر فيه الجانب نوعا ما الجديد باين وحاضر، وبما أنه خصوصا عطر جد فخم، يعني حيكون عطر سينياتور بامتياز. سعر العطر حوالي 6800 دينار، يعني تقريبا هذا هو السعر الرسمي تاعو في الجزائر بكل. التقييم تاعو 10 على 10 بكل سهولة. عطر وحده تقدر تعقب به عام، يغطي لك كل الاحتياجات، وخصوصا جد مميز، يقدر يكون عطر سينياتور بكل سهولة. كان هذا كلش على عطر هاوس آيس من الرصاصي. ما تنساوش الاشتراك، اللايك، التعليقات، مشاركة الفيديو، وعلى خير الجاية إن شاء الله.